استاذ خالد كامل مؤسس القوى الشعبيه باسماعيليه. الف مبروك، احنا سمعنا ان انت تعينت في جهاز خدمه المستقبل. ده حضرتك سمعت الكلام ده منين؟ الدنيا كلها بتقول، اسماعيليه كلها بتقول. هو فعلا انا اخترت بالكلام ده من مدير مكتب المحافظ، انا ومدام منى اللي هو محمد عبد المنعم، وقال لي ان المقابله مع السكرتير العام. رحت للسكرتير العام، اتضح ان هو لا يعلم شيء عن هذا الموضوع. اما بقى الاهم من ده كله، انا لسه ما اشتغلتش. انا عايز ابعت بس للشباب الثوره، الشباب النظيف، الشباب المحترم. اللي بيحصل ده مش هو ده شيامنا، ولا هو ده المتبع منكم او المطلوب او المنتظر منكم. التفكك اللي انتوا فيه ده ما ينفعش. كل واحد في اتجاه، كل واحد في التيار، وده عمال يتكلم على ده وده بيتكلم على ده ما ينفعش. لازم كله يتكاتف، كله بايد واحده، لازم يبقى في تجميع وعلى هدف واحد. احنا بنبني البلد، وفي نفس الوقت للشباب. انتوا اولى من اي حد في اي شغل وفي اي منصب وفي اي حته. ومش هقول لكم اكتر من كده دلوقتي، والكلام بعد كده هيبقى ليه تبعيات. وانا هقول لكم ايه اللي هيتم بكره ان شاء الله بعد ما اقعد معاكم، ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي ممكن ما يتعملش. وما تسمحوش لاي حد يزايد عليكم، ولا يزايد بوطنيتكم، ولا يزايد بثورتكم، ولا حد يسحب الثوره مننا. انا قاعد في بيتي من يوم السبت وانا قاعد في بيتي، لكن مش هسكت ومش هسمح لاي حد ان هو يزايد علينا. شكرا.